السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل كفته ببطاطس. انا بعملها على طول، بس حبيت بقى المره دي ايه اوريكم انا بعملها ازاي. معايا هنا نص كيلو لحمه مفرومه. انا هعمل النص كيلو بس مش هاخد غير نص يعني. الوصفه النهارده برضو بربع كيلو. بس مش هقسمها غير بعد ما اعجنها مع بعضها، وبحطها في الفريزر وبتبقى حلوه قوي وما بيحصلهاش اي حاجه. معايا هنا بطاطس. طبعا المفروض كنت المكون ده ما اقولوش دلوقتي. معايا هنا بطاطس اهي مقطعاها شرايح. ومعايا هنا الطبق الجميل ده فيه شويه خضروات حلوين قوي. فيه هنا حبه طماطم مقطعاها برضو شرايح مدوره، وحبتين جزر. وهنا عندنا حبه شطه خضراء. ودي هحطها، دي شطه حمراء. هحطها كده زي ما هي. مش مش هقطعها ولا حاجه يعني ايه. هاخد النكهه بتاعتها بس لكن مش الحراره. ومعايا هنا برضو حبتين فلفله مقطعهم برضو شرايح مدوره. الطماطم دي عندي هعصرها، لسه هقطعها واعصرها في الخلاط وهصفيها. وعندي برضو هحتاج معلقه صلصه او اتنين. هنا بقى الحاجه بتاعت اللحمه. عندي جايبه الكيس ده. الكيس ده خلطه كفته. بيبقى فيه جميع البهارات اللي انت بتحتاجيها. ما بتحتاجيش تحطي حاجه تانية على بهارات تانية على اللحمه المفرومه طالما هتعملي كفته بيه. وعندي هنا برضو دي بقسماط. هحتاج منها برضو شوية. وطبعا هنا الاساسي في الوصفة اللي هي البصل. دول 5 حبات بصل صغيرين، البصل بتاعي صغير فعشان كده قطعت 5 حبات. هنروح بقى للكبة عشان نعجن اللحمة الاول وبعد كده نعمل ايه البطاطس. يلا بينا. انا هقطع ال5 بصلات لانهم صغيرين مش كبار، فهحتاجهم للنص الكيلو. انتي حابه تقللي البصل قلليه، بس انا بحب البصل بتاعها يبقى كتير. بس الحته اللي فوق دي. بطاطس البصل مع الثوم مع بعض. هنفرم بقى عشان الصوت وارجع لكم تاني. انا هلا خلاص كده هنا فرمت البصل اهو. افرميه ناعم على قد ما تقدري. في ناس بتحب تصفيه، انا ما بصفيهوش علشان انا هحطه بقسماط. معايا نص كيلو لحمه اهي، هنزل بيها اهي. دي البقسماط اللي معايا اهي، احطها بس بمقص. بسم الله. طبعا زي ما قلت لك البقسماط دي هتغنيكي عن اي بهارات تحطيها تانية. بسم الله. هي بيبقى فيها الخضروات اللي هي الكزبره والشبت والكلام ده كله والبهارات بجميع انواعها. عايزه تزودي دقتي فيها بهارات، عايزه تزودي زودي، مش عايزه تزودي براحتك خالص. ده شيء يرجع لك. بالنسبه بقى للبقسماط هنا مش هحدد يعني، ممكن احط مثلا ايه في الاول كده نص كوبايه كفايه قوي. لو احتاجت تاني هبقى احط. هبدا اعجنها اهو بقى. بسم الله. كده انا خلصت عجن فيهم، خدوا مني حوالي 10 دقايق عجن. اعجنيها كويس علشان تطلع معاكي نتيجه كويسه. كده قسمتهم كورتين اهم، هاخد منهم كوره اهي. هحطها في كده وعنها في الفريزر زي ما هي زي الفل، ما بيحصلهاش اي حاجه. وهشتغل بالكوره التانيه اللي انا عاملاها اهي، وهشتغل بدي وهتكفي وهتبقى جميله قوي باذن الله. ربع كيلو لحمه مفرومه عملنا بيه وهنخلص بيه وهنعمل بيه احلى غدوه ان شاء الله. طبق صغير كده، هنزل بس بشويه زيت صغيرين خالص اهم، حاجه بسيطه خالص بس عشان ادهن ايدي وايه، واجيب صينيه كده علشان اشكل واحط عليه. واخد حته كده. عايزه بقى تعمليها كور اعمليها كور، عايزه تبططيها بطاطيها، اللي انت عايزاه فيها اعمليه. انا هعملها بالشكل ده كده اهي، وهبططها سنه بس كده اهي. هتبقى بالشكل ده، لا هي تخينه ولا هي رفيعه، وفي نفس الوقت ايه ماسكه نفسها كده علشان تتحمل. بس لما اجي احطها ايه في الصلصه هعملها بالشكل ده. انا كده عملتهم اهم، طلعوا معايا حوالي 10 قطع اهي. وعلى فكره القطعه حلوه يعني ويعني تشبع وكده وكل حاجه. يعني ممكن الفرد ياخد له 3 قطع او 4 قطع ويشبع جامد يعني. هي تكفي 3 افراد وممكن 4 كمان. باذن الله لما تتعمل مع بطاطس بقى هتكفي وتبقى زي الفل. هحطها بقى على جنب شويه قبل ما احمرها ونشوف بقى اعمل ايه في البطاطس. في طاسه هنا كده حطيت فيها
شويه زيت صغيرين خالص يعني، بس نعديها بس ايه زي تشويحه كده من الجنبين. بسم الله. قلبتها هنا كده على الوش التاني. هخلص بقى الكميه بقى واوريها لكم. في الصينيه بقى بتاعتي هنا كده هنزل بالبطاطس. حاول تقطعي البطاطس زي بعضها عشان تستوي كلها مع بعضها بالشكل كده. تمام. وهنزل هنا كده بالطماطم. في الصينيه بقى بتاعتي هنا كده هنزل بالبطاطس. حاول تقطعي البطاطس زي بعضها عشان تستوي كلها مع بعضها بالشكل كده. تمام. وهنزل هنا كده بالطماطم. والقرن الشطه اللي احنا قلنا عليه هحطه كده زي ما هو. تمام كده الكفته تمام اهي. بسم الله. نحط بقى الملح، مش هنكتر ملح قوي يعني، بس لازم عشان الخضار اللي تحت. معلقه ملح صغيره اهي، ومعايا برضو حوالي معلقه فلفل اسمر صغيره اهي. تمام. بعد كده بقى هنزل بالصلصه بتاعتي. انا عصرت الطماطم هي اللي موريها لكم في اول الفيديو. بسم الله كده بالشكل ده. احط بقى كمان كده بسم الله معلقتين صلصه كده حلوين على الوش، هيدوها بقى ايه ريحه وطعم ولون زي الفل باذن الله. تمام كده. كده خلاص الصينيه بتاعتي جاهزه. هروح بقى ايه على النار اولع عليها واغطيها، وبعد ما تستوي هوريها لكم. وبكده بقى تكون خلصت الصينيه بتاعتنا الجميله. البطاطس والكفته والجزر كل حاجه خلصت واستوت وبقت زي الفل. وبعد ما استوت خدتها نزلتها تحت الشوايه. تعالوا بقى علشان اغرفها عشان اقدم. انا طبخت معاها رز بشعريه. تعالوا بقى كده اما اجيب ايه بسم الله شويه كده من البطاطس ونضيف شويه جزر كده. يا سلام، الريحه حكايه بجد، ريحه حلوه قوي. دي الكفته بتاعتنا اهي، وجبه كامله متكامله مش محتاجه اي حاجه خالص اهي. تقدري تعمليها وتدخليها في جدول الاسبوع بتاعك عادي، وهتحبيها خالص ان شاء الله، ومش مكلفه.